شكرا للزميل جواد بدة وللزميل عصام الشوالي. السنغال بطلة لهذه النسخة من كأس أفريقيا المغرب 2025 بفضل هدف باب كي أحد أبرز لاعبي هذه البطولة مع منتخبي السنغال. حظ أوفر لمنتخب المغرب مستضيف البطولة الذي لعب بشكل رائع ومميز أيضا في هذه البطولة المميزة على مستوى الاستضافة، على مستوى الملاعب، على مستوى التنظيم. لكن منتخب السنغال كانت له كلمة الحسم في هذا اللقاء. منتخب السنغال يفوز بكأس أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد الانتصار في تلك النسخة أمام المنتخب المصري، وفي هذه النسخة في الأشواط الإضافية أمام منتخب المغرب. باب كي أحد أبرز لاعبي منتخب السنغال كان الحاسم في هذا اللقاء، وكانت له الكلمة الأبرز في تسجيل هدف الانتصار. باب كياو أيضا المدرب الذي لعب بشكل رائع وممتاز برفقة لاعبي منتخب السنغال. حظ أوفر كابتن جمال، السنغال تنتصر في هذا اللقاء، هي البطل المرة الثانية. هنيئا للمنتخب السنغالي، استحق الفوز لأنه احترم قانون كرة القدم، عمل بشكل جيد وصبر، ولما يعني ما تعاملناش الطريقة اللي كان لازم نتعاملوا معها مع ضربة جزاء، لأن التوقيت اللي جاتنا في ضربة جزاء كان توقيت مثالي. أي واحد يتمنى جيه هدف في هذاك التوقيت، لأنه قبل دقيقتين من نهاية المباراة جاتنا ضربة جزاء ما تعاملناش معها بالشكل المطلوب، في ظل الثقل وحمل النهائي التعامل معها ما كانش بهذه الطريقة. هل توقف المباراة ساعد في إضاعة ركلة الجزاء كابتن؟ هادو اشياء ممكن يوقعوا، بس لازم نكونوا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاهم. تنظن بانه طريقه تنفيذ ضربه جزاء لم يتعامل معها بشكل افضل، ما كانتش طريقه مثاليه، وبالتالي عاقبتنا كره القدم، لانه كره القدم لما تحترمهاش تطير عليك الوجه ساعه. سيناريوهات كثيره كابتن حاتم في هذا اللقاء، توقف المباراه، عدم الرضا من قبل منتخب السنغال في احتساب ركلة الجزاء، والعودة بعد تدخل كلود لوروا في مساعدة منتخب السنغال، العودة مرة أخرى. ماني بعد إعلان الاعتزال يساعد الفريق. لحظات تاريخية ولحظات أيضا ساعدت منتخب السنغال بالفوز بهذه النسخة من هذه الكأس. أولا مبروك للمنتخب السنغالي الفوز بكأس أفريقيا، وعرف لك المنتخب المغربي اللي في إجمالا قدم بطولة جيدة. أنا أرى أنه توقيت ركلة الجزاء كان مهم. السنغال أعتقد كانت على المستوى الذهني جاهزة أكثر، لأنه خروج والتهديد بالخروج من المباراة أثر سلبا على المنتخب المغربي. باب كي هو رجل المباراة وهو يستحق، هو من أفضل اللاعبين حقيقة في البطولة، هذا أولا. ثانيا التهديد بالخروج كان من المفروض على المنتخب المغربي أن يبقى مركز على المباراة، ومن المفروض أن يذهب ويبقى في حالة نوعا ما المعد البدني يقوم بتسخين اللاعبين الى غايه ان تحل المشكله. يا اما المنتخب السنغالي سيغادر يا اما سيعود في المباراه. انا اعتقد في لاعبين من المنتخب المغربي ركزوا على المشكل وخرجوا من المباراه. ثانيا طريقه تسديد ابراهيم دياز انا اراها فيها عدم يقول احترام للمباراة. احنا نتكلموا عن مباراة نهائية، نتكلموا على اكثر او ما يقارب 50 سنة. اللحظة الحاسمة، اللحظة الحاسمة، منتخب لم يحقق كأس افريقيا. انك تلعب بانينكا في هذا التوقيت، يعني بعد تسجيل بانينكا ب10 ثواني اعلن عن نهاية الشوط امام مندي حارس مميز ايضا. يعني لو سددها بقوة وضاعت اوكي، لو اختار اي طريقة اخرى وضاعت ركلة الجزاء لا يوجد اشكال. طريقة التسديد انا اراها فيها عدم تعامل مع ركلة جزاء بشكل جدي، وهذا اشكال. ثم منح فرصه، لانك لما الشوط الثاني اضاع المنتخب المغربي اقل شيء فرصتين سريعتين للتسجيل، ثم تضيع ركله جزاء. اول فرصه بعد ركله جزاء باب كي يسجل الهدف الاول. فهنا هذه قواعد كره قدم، الجزئيات التي لابد ان تكون موجوده في منتخب المغرب. اضافه عن هذا بعد التغييرات اللي قام بها وليد الركراكي وانتهاء التغييرات يتعرض لاعب للإصابة وظهرت إصابة بليغة. هذا هو باب كي أفضل لاعب في النهائي، لاعب ممتاز.
لاعب ممتاز. وانا احب ان اشكر ساديو ماني. نعم، دعونا نستمع لباب جاي افضل لاعب في المباراه النهائيه. كانت هذه مباراة معقدة من كل النواحي. نحن أردنا فعلا أن نحقق الفوز هنا. هذا بلد جميل جدا بكل صراحة، لديهم جماهير رائعة واستثنائية، ولكن نحن كنا نعرف أنها ستكون مباراة معقدة وصعبة. قدمنا كل شيء، واليوم كما ترون السنغال هو بطل أفريقيا ونحن سعيدون جدا. شكرا. استمعنا لباب جاي، كمية مجهود بدني كبير، وعلى الصعيد الذهني تشعر بأن باب جاي مستعد تمام الاستعداد لهذه المباراة. دليل على ذلك الانطلاق بالكرة ثم التسديد بطريقة رائعة والتسجيل أمام أحد أبرز لاعبي هذه البطولة بونو. إلى رجعت اللقطة تاع تسجيل الهدف، باب جاي راح بالكرة وراحت منه الكرة ثم ارتطمت بلاعب وجات امامه وكان مهيئ لها وسجلها. يعني الحظ لعب دور كبير ايضا بطبيعة الحال، يعني قوانين كرة قدم، يعني كرة قدم لما ما تحترمهاش ما تحترمكش. اظن انه الشيء الوحيد بالنسبة لي اليوم هو يعني هذا الجمهور ما كانش يستحق هذه طريقة الخروج. يعني الجمهور اليوم كان رائع بجميع المواصفات، كان يستحق الافضل. اللاعبين اظن انه قدموا مباراة كبيرة، ولكن استثناء في المباراة كلها هي تنفيذ ضربة جزاء اللي ما كانش في الطريقة المثلى. هدف باب جاي سيناريو مكرر لاهداف باب جاي من خلال هذه البطولة ايضا كابتن. بطبيعة الحال لاعب مميز، لاعب رمز، اللاعب الافريقي اللي يبحث على التطور وتقديم الافضل. الجماهير المغربية تتعاني لانه 50 سنة وحنا ننتظروا. اليوم كانت فرصتنا، ولكن قدر الله ما شاء فعل. هذه كرة قدم، لازم نتعلموا من الدروس، نتمنى ان شاء الله الافضل في المستقبل. عطاء وفر لمنتخب المغرب الذي سعى جاهدا للوصول الى المباراة النهائية. مشاهد تأثر كبير لبونو في هذه الصور الخاصة لبين سبورت. كان حاسم مع منتخب المغرب تصدي العديد من الكرات الخطرة على مرمى منتخب المغرب. هو اكيد في مباراة اليوم بونو كان حاسم، لو لم يكن بونو في المرمى يبقى المنتخب المغرب قبل الاهداف، على تصدى لاهداف كانت محققة. وبونو من الحراس الممتازين حقيقة اللي قادر ان يضع دائما فريقه في المباراة. لكن حقيقة العشر دقائق الانسحاب بالنسبة او اكثر بقليل بالنسبة للمنتخب السنغالي انا اعتقد شيء سيء لصورة افريقيا بشكل عام. لابد ان تتحلى بالروح الرياضية مهما كان القرار. انا اعتقد لابد من مراجعة عدة قوانين على مستوى مثل هذه، لكن في الاخير لابد ان نحيي ساديو ماني اللي كان حقيقة مثال يحتذى به، وهو الذي اصر على عودة اللاعبين. دعونا نستمع للسيد وليد الركراكي. أمال كبيرة جدا بالنسبة للجماهير المغربية عندما تأتي ضربة جزاء في اللحظة الأخيرة وترى النصر أمام أعينك، ولكن في النهاية كرة القدم تلحق بك وهذا من سوء حظنا. ولكن سيعود اللاعبون بقوة أكبر. نحن نهنئ السنغال على هذا الفوز رغم أن الصورة التي رأيناها لكرة القدم الأفريقية مخيبة نوعا ما للآمال بعد كل ما حدث في اللحظة التي احتسبت فيها ضربة جزاء. لكن منذ بداية المنافسة كان هناك ربما ادعاءات من هذا النوع، ولكن على كل حال نهنئ خصمنا والمغرب سيعود بقوة أكبر. مع إدريس غاناغي كذلك مباراة جيدة، كررتم نجاحكم مع منتخب السنغال. ما هو الإحساس؟ فخر كبير جدا، لكن أولا وقبل كل شيء سنقول الحمد لله، لأن هذه الكأس كنا نرغب في الفوز بها، ولكن نحن لا دخل لنا في ذلك. الله هو الذي منحنا هذا الفوز، نحن نحمد الله على ذلك لأنه أعطانا الصحة وأنه مكننا من أن نفوز بهذه الكأس مرة أخرى. أهنئ كل زملائي وأشكر كل السنغاليين الذين دائما ما ساندونا، الطاقم وبعض اللاعبين كذلك الذين تعرضوا إلى المرض، نحن نفكر فيهم كثيرا، والعديد من الجماهير كذلك ربما الذي تعرضون إلى صعوبات، ولكن كل هذه الصعوبات كانت بنتيجة إيجابية. نحن أتينا لنمثل بلدنا ونقول مرة أخرى الحمد لله،
نحن نهدي كل شيء للسنغال. هذه الكأس قلنا أننا أتينا لكي نلعب 7 مباريات، كنا نعرف أننا نستطيع فعل ذلك، كان الأمر معقدا جدا ولكن في النهاية لم نستسلم، آمنا بأنفسنا، واصلنا في اللعب وكما قلت الحمد لله نحمد الله ونشكره على ذلك. والآن سنعود بهذه الكأس للسنغال إن شاء الله، وأتمنى أن نعود بصحة جيدة وأن تكون السفرة آمنة ونتمتع مع عائلاتنا. العديد من الأحداث، ضربة جزاء مع هدف مرفوض كذلك، ما رأيك في كل هذا؟ نعم كان هناك غضب وخيبة أمل كبيرة جدا، سجلنا هدف والحكم لم يذهب حتى إلى الفار وبعدها مباشرة ضربة جزاء لهم. نحن كنا غاضبين جدا، هذا كان أمرا جنونيا بالنسبة لنا بهذا السيناريو، ولكن ساديو أعادنا للملعب ونحن لم نندم على ذلك. تهانينا، شكرا. استمعنا للسيد وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، ولإدريسا جاي قائد منتخب السنغال، ذكر في أكثر من مناسبة الحمد لله على الفوز بهذه الكأس وسعى جاهدا مع زملائه للفوز بهذه الكأس. دعونا ننتقل مشاهدينا الأعزاء إلى أرضية ملعب مولاي عبد الله مع الزميل محمد سعدون الكواري، معه كابتن يوسف شيبو ليحدثنا أكثر عما حدث في هذا اللقاء بنقيضين صح التعبير في هذا النهائي. محمد يلي. شكرا جزيلا لك عبد العزيز، لضيفيك الكريمين. إدريسا غانا جاي قال الحمد لله كثيرا، نحن كذلك نقول الحمد لله على كل شيء، نقول الحمد لله لأن الحياة مستمرة، لأن كرة القدم مستمرة، لأن الكوكب يعيش، لأن الكرة الأرضية تدور، وبالتالي مع دوران الأرض يعني المزيد من الفرص، يعني أن المباريات مستمرة، البطولات مستمرة، النهائيات قادمة. صحيح أن السيناريو كان قاسي وقاسي جدا على المنتخب المغربي، على أكثر من 66 ألف متفرج مغربي جاءوا لمتابعة هذه المباراة هنا في استاد مولاي عبد الله لمؤازرة المنتخب المغربي، لمشاهدته يتوج أخيرا بعد 50 عاما بلقب هذه البطولة، الأمر الذي لم يحدث. لكن هذا هو حال كرة القدم. كابتن يوسف مرحبا بك معنا مرة أخرى. هذا واحد من أقصى سيناريوهات كرة قدم، يذكرنا بباجو 94، يذكرنا بمرات كثيرة عبست وكانت كرة القدم ضد الظروف، ضد نجوم البطولة. إبراهيم دياز الذي كان الاسم الأكثر ترددا في الشوارع المغربية، حتى عندما كانت تذكر الأسماء قبل هذه المباراة الكل كان يتحدث عن دياز، فجأة ينفذ ركلة جزاء تغير كل شيء في كرة القدم المغربية، ستبقى واحدة من أصعب اللحظات في تاريخ الكرة المغربية. هاردك يوسف. شكرا محمد. هذه أعتقد هذه كرة قدم. أول شيء نهنئ منتخب السنغال فوزهم بهذه المباراة وفوزهم بهذا اللقب. نقول هارد لك المنتخب المغربي اللي قدم مباراة كبيرة كذلك رغم ظروف. شاهدنا عناق بين المدربين الاثنين يوسف، لقطة تؤكد أن كرة قدم ستبقى دائما لعبة جميلة، هناك روح رياضية، هذا هو الفكر الذي يجب أن يكون عند المتنافسين دائما بما يسمى بأخلاق الفرسان حتى عندما تخسر. طبعا هذه الروح، هذه تبقى مباراة كرة قدم فقط يا محمد. هناك فريق يفوز وفريق منتخب ينهزم. نتأسف في هذا الجمهور اللي دائما كان حاضر منذ بداية البطولة. كنا نريد يعني نفوز بهذه البطولة، لكن أقل شيء نهديه هذا الجمهور، لكن الحمد لله على كل شيء. اللي مؤسف هي الأحداث اللي صارت محمد في المباراة، لا تليق بالروح الرياضية ولا تليق بالفير بلاي. خروج العديد من الأحداث عن المباراة بعد رفض الفريق المنتخب السنغالي وإكمال المباراة بعد قرار احتساب ضربة جزاء. هنا ساديو ماني مع طاقم التحكيم. إدريسا غانا جاي تحدث عن ماني بأنه كان له دور كبير في إقناع اللاعبين العودة مرة أخرى. بعيدا عن قرار ماني القائد الذي لا يحب ارتداء شارة القائد، هو واحد من نجوم بطولة، قدم بطولة استثنائية وقدم مباراة نهائية استثنائية يوسف. مباراة كبيرة قدوة كذلك محمد. اليوم كان أحد أسباب فوز المنتخب السنغالي خبرة تجربة كبيرة هذا اللاعب بعملية تحفيزه للاعبين، أداؤه كان مميز. شاهدنا دائما كان واحد ضد واحد، دائما كان يتمكن من السيطرة على الكرة، دائما في المراوغات في التحولات، اختراقاته من جهة اليسار، أحيانا كان يدخل العمق الدفاع، عمل مشاكل كثيرة للمنتخب المغربي. لكن الشيء اللي ما عجبني يا محمد أن ضربة جزاء الطريقة اللي نفذت بها، ممكن تضيع ضربة جزاء لكن مش بهذه الطريقة. ممكن تضربها بقوة، ممكن يصد الحارس، ممكن تضرب العارضة، ممكن تضرب برا، لكن
في هالدقائق وبهالطريقة أظن أنها كانت هي درس طبعا.